فطرنا عاوزين نحلي بقى. هنحلي طبعا بالقطايف. طيب وانت بتنقنق كده مفكرتش القطايف دي جت منين وايه تاريخها؟ تعال اقولك انا. في كذا رواية عن اصل القطايف. الرواية الاولى بتقول ان بدايتها كانت في العصر الاموي. كان الخليفة سليمان بن عبد الملك الاموي هو اول واحد كل القطايف، وده كان في شهر رمضان. كانت سنة 98 هجريا. والرواية التانية بتقول ان القطايف بدايتها في العصر الفاطمي. وقتها كان صناع الحلويات بيتنافسوا مين هيقدم احلى حاجة للخليفة او السلطان عشان ياخد رضاه ويشتغل في قصر السلطان. فواحد منهم ابتكر فطيرة صغيرة محشية مكسرات وحطها في طبق بشكل حلو وزينها بالمكسرات، وخرج بيها على الضيوف في القصر الملكي عشان يدوقوها. فالناس اللي حاضرة من كتر حلاوتها بقوا يتهافتوا عليها ويقطفوها من بعض، فقرر صاحبها انه يسميها قطايف. وفي الرواية الثالثة والأخيرة إن القطايف أول ناس ابتكروها الأندلسيين، وانتشرت في مدن عربية زي جرناطة وأشبيلية، واتنقلت لبلاد الشرق العربية في وقت الحكم الإسلامي، وفضلت تتطور على مدار السنين، وبقت من أشهر حلويات رمضان. وبس. يا ترى انتوا مقتنعين أكتر بأي رواية فيهم؟ وقولولي بتعملوا القطايف ازاي وبتحشوها ايه؟ وكل سنة وانتوا طيبين.